5 انواع لمشجعين ريال مدريد. النوع الاول والاكثر شهرة، حمدون. حمدون في الاصل اتفرج على فيديوهات ترقيص لرونالدو على عده نوكيا 73 وشاهد مهارات رونالدو الخارقه وهو بيفشخ ابراهيموفيتش. حمدون سأل الولد الفجر ده بيلعب فين؟ قالوا له مانشستر يونايتد، فقال لك ليتس جو مانيو، وبدأت رحلته لمدة موسم مع الشياطين الحمر. بعد ما رونالدو راح مدريد قال لك بس خلاص الملكي هو الاصل، ونسي حاجه اسمها اليونايتد، وبدأ يكبر وهو بيتفرج على ريال مدريد، وفعلا حب النادي وبقى يشجعه من قلبه لحد ما رونالدو راح اليوفي. حمدون ما تخلاش عن تشجيع مدريد، بس بقى بيتفرج على هايلايتس الفريق والكلاسيكو والديربي وماتشات الابطال الاقصائيه. لكن لو ماتش في الدوري عادي مع ريال بيتيس اخره هيشوف النتيجه في الاخر. والله الفريق كسب هيروح يحفل على جماهير برشلونه بدون سبب، الفريق اتعادل او خسر هيقول لك مش مهم. شفت هاتريك رونالدو في اهلي جده؟ لاعب من كوكب اخر، هاتريك اسطوري، وينه لاعب انتر ميامي المتخاذل ابن المتخاذلين. النوع الثاني جماهير دوري الابطال. النوع ده بدأ التشجيع غالبا من 2016 وشويه من 2014. الشباب كده لقوا فريق بيفوز بالابطال كل اثنين وخميس، قال لك يلا بينا النادي ده مش هيجيب لي بواسير من كتر الحزق. ما كانش يعرف ان مدريد بالذات ما بيكسبش غير لما يجيب لنا حصبه في المخاصي كل ماتش، ولازم نكسب بريمونتادا عشان ما نقلش من قيمه البضاعه. يا لهوي! ما كانش يعرف برضه ان مدريد مر بفتره حقيره في عز النجوم اللي كانت معاه، وقعد 12 سنه بيخرج من دور ال16 اغلب المواسم بعد بطوله 2002. يا راجل يا طيب، ده ليون كانت عقدتنا في فتره من الفترات، وروما كانت معلمه علينا. النوع الثالث كيفه انشيلوتي. واضح من الاسم النوع ده بيفكر ازاي. انشيلوتي كسب سكور، العراب انشيلوتي اكثر من يبدع في السكسي فوتبول. شوف يا فقير، شوف الكره الهجوميه والتكتيك والنيكي ناكا. انشيلوتي خسر منك لله بريز يا ابن البخيله. الراجل معوش سكواد هيعمل ايه؟ مفيش دكه، مفيش لعيبه، مفيش حياه. انشيلوتي ركن الاتوبيس. الله عليك يا دون كارليتو يا فخر ايطاليا، تكسب ولا تلعب، الواقعيه هي الحل. متصدر لا تكلمني يا جربوع. والنوع ده بيكره النوع الرابع كره العمى. ايه هو النوع الرابع؟ دراويش زيدان. جاء في حاله طوارئ حط اوروبا كلها في اوضه الانعاش. تقول له يا عمنا زيدان كان معاه سكواد تاريخي من الافضل على الاطلاق، يقول لك ثلاثيه دوري الابطال. يا ابويا خسر 4 دوري في عز ما فرق الليجا كلها كانت بتكح تراب، يقول لك ثلاثيه ابطال. زيدان لسه على قده في التدريب، ما ينفعش تحكم عليه بسكواد ديناصورات، بدليل لما رجع الفتره الثانيه يا دوب حقق ليجا بس بالعافيه ومشي عشان الديناصورات دي مشيت او كبرت، يقول لك ثلاثيه ابطال. والنوع ده برضه بيكره انشيلوتي وجماهيره زي ما بيكرهوهم. النوع الخامس والاخير ودي مفاجاه كبيره، النوع العادي جماهير عاديه بس وفيه ايا كان بداوا تشجيعهم للنادي امتى. راؤول مشي، يلا نعوضه بالاحسن ان شاء الله. كاسياس مشي، السن بيحكم والله بس نفس شكله يجي منه. رونالدو مشي، والله حزين بس هلا مدريد. راموس مشي، عوضنا على الله، ماتش السما ميس شكله هيبقى صعب، يا رب نكسب. يحزن على اساطيره بس النادي رقم 1. زيدان، مورينيو، انشيلوتي، كابيلو، سولاري، مش فارقه، المهم مصلحه الفريق. نلعب هجومي نلعب دفاعي مش هفكر فيها، المهم ال3 بونت. كسبنا بالتحكيم، والله صياحك طرب، روح اشتكي الخفير. متعمق في النادي وتاريخه، بيتفرج على كل ماتشاته حتى لو الدوري محسوم وبنلعب بالناشئين وماتش ملط بيخلص 1-0 بالعافيه، على قلبه زي العسل. لو قديم هيقول لك ليجا 2007 احسن من اي بطوله النادي خدها، لو جديد هيقول لك ماتش فولفسبورج العوده اقرب لقلبه من الفم حاجه. لو في نوع سادس قول لي في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وساعدنا نكبر عشان نقدم محتويات اكتر. سلام.